مساء الخير. معاكم اسلام رجب. النهارده جايين نتكلم عن عرض جديد في العاصمه الاداريه الجديده، مختلف تماما عن العروض اللي احنا كنا بننزلها الفتره اللي فاتت، وهو عرض في مجال الاستثمار في الوحدات الفندقيه. طبعا الوحدات الفندقيه بدا يبقى ليها تواجد قوي جدا جدا في العاصمه الاداريه، وبقى اكتر من شركه من عارضه وحدات فندقيه للبيع. طبعا احنا بنحاول واحنا بنختار الوحدات الفندقيه اللي احنا نروح للعرض المتكامل، العرض اللي فعلا محقق الشروط ومحقق العوامل اللي تنجح لي الاستثمار بتاعي في المجال الفندقي. احنا عملنا سيرفي على السوق في العاصمة الإدارية، حاولنا نعمل نفلتر كده ونختار اكتر من شركة اللي احنا نشوف نفاضل ما بينهم. احنا استقرينا على شركة مارجن بمشروعها الجديد في منطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية، مشروع أواكس. هو فندق كامل، وهنسمع شرح كامل للمشروع عن طريق أستاذ عبد الرحمن سينيور سيلز في الشركة نفسها. وده هيسهل لنا اللي احنا نقدر نحدد هل هو عرض كويس وفعلا استثمار ناجح، ولا في عروض تانية أفضل منه. فنسمع الشرح من أستاذ عبد الرحمن ونرجع تاني مع بعضين. دلوقتي معانا لايف اكزامبل من مشروع اوكس ايجيبت نيو كابيتال. هنتكلم عن يونت معينه موجوده معانا في المشروع، هنشوف التفاصيل بتاعتها معانا. طيب مبدئيا ده شكل الاوتيل بتاعنا، هو مترخص ارضي و14 دور. مساحه الارض عندي 9239 متر. في عندي 3 جراشات تحت الارض، والدور الارضي والدور الاول زي ما احنا شايفين هو مول تجاري متكامل على مساحه 4000 متر، 2000 متر في الدور الارضي و2000 متر في الدور الاول. طبعا متقسم النشاط التجاري بتاعته وتحت اداره شركه ديسايفر، دي الشركه اللي بتدير لجيت واي في الرحاب، لفيدا ليك هاوس هنا في التجمع. برضو بتعمل ليسنج لمشروعات ماجد الفطيم، مول العرب، مراسي، وفي برضو ليها في اعمار. فبورتفوليو قوي جدا شركه الاداره، بتعمل تالنت ميكس وبتعمل ليسنج، بتشغل المحل للعميل وبتدير المحلات اللي موجوده اوريدي. طيب الدور الثاني في عندي الفاسيلتيز بتاعت الاوتيل، بنتكلم عن الجيم، السبا، المطعم، الانفينيتي بول على الروف، والريسبشن واللوبي، وطبعا الميتنج رومز عشان ده بزنس اوتيل زي ما قلنا في الاول، وده هيبقى ليها نيد قويه جدا معانا في المشروع. عندي من الدور الثالث للدور ال 14 الوحدات الفندقيه بتاعتنا. طبعا الوحده بتكون الترا سوبر لوكس، فولي فيرنشد بالفرش والعفش والاجهزه الالكترونيه بالسبيكس بتاعت البراند، وهنبتدي نشوف الصور بتاعتها. لكن خلينا نبص على اللوكيشن بتاع المشروع بتاعنا. ده فيو كده، بس قبل اللوكيشن ده فيو كده الوحده بتبص دايركت على الحديقه المركزيه. طبعا ده معظم المحلات التجاريه هيكون الفيو بتاعها بالشكل ده، ولكن في عندنا وحدات في المشروع برضو الفيو بتاعها بيبص دايركت على السنترال بارك. لما بنتكلم عن الاوتيل فاحنا بنتكلم عن شركه الاداره مهمه جدا. الشركه بتاعتنا اسمها ماينر اوتيلز، دي شركه متخصصه في اداره وتشغيل الفنادق في العالم. البورتفوليو بتاعهم قوي جدا، بنتكلم ان عندهم 8 علامات تجاريه: انانتارا، تيفولي، افاني، ان اتش، انهاو، ان اتش كولكشن، الوانا، والبراند بتاع اوكس. كل براند من دول يا جماعه بيشتغل في منطقه معينه وليه تخصص او طابع معين. يعني انانتارا ده مثلا هنلاقيه ريزورتس، الوانا ده مثلا هنلاقيه في دول افريقيا بيبقى منتجعات في الطبيعه مثلا. كذلك برضو البراند بتاع اوكس هو براند متخصص في البيزنس. ولما تعاقدنا مع شركه ماينور وقت ما نزلوا وعملوا دراسه جدوى المشروع، شافوا ان احنا في قلب الداون تاون، فقال ان اللي هينجح هنا هو البراند بتاع اوكس، لانه هو متخصص في البيزنس، فهيعرف يتعاقد مع الشركات اللي حواليه، انه بيتارجت اقامات البيزنس بشكل كبير جدا، وده المين سورس بتاع تشغيل الاوتيل بتاعنا. طيب لما بنبص على بيوت الخبره اللي احنا متعاقدين معاهم، عندنا شركه كرييتيف كينجدم، ده الاستشاري الهندسي العام للمشروع، شركه انجليزيه برضه متخصصه في الماستر بلانز بتاعه المدن وكذلك تصميمات الاوتيلات. برضه عندنا الانتيريور ديزاينر، شركه اسمها MMAC، دي شركه متخصصه في فرش الاوتيلات من ليفل 5 ستارز ل 7 ستارز. لما بنتكلم ان هم عملوا او اتعاملوا مع 21 براند اوتيل كلهم اسامي كبيره جدا: IHG، اكور، راديسون بلو، ماريوت، كومبنسكي، كلها اسامي كبيره جدا في عالم الفنادق. كل التفاصيل دي مهمه جدا عشان ده البرودكت اللي العميل بيستثمر فيه معايا، ده التفاصيل بتاعه الاستثمار اللي العميل اللي هيحط الفلوس بتاعته معاه، فلازم التفاصيل دي تكون موجوده ومغطيها في المشروع بتاعي. طيب البراند بتاع اوكس في منه 64 اوتيل في العالم، موجودين في الصين، في نيوزيلاند، في قطر، في الامارات، في استراليا، واللي في مصر ان شاء الله 65. لما بنتكلم عن قطعه الارض، اللوكيشن بتاعنا احنا في حي الداون تاون، مدخل الحديقه المركزيه، اول قطعه مباشره في قلب الداون تاون، مدخل الحديقه المركزيه 40 فدان مساحات خضراء، معايا الفيو مفتوح بتاعهم على الحديقه المركزيه.
نبص بعد كده على الماستر بلان بتاع المشروع. ده شكل المشروع بتاعي، هو متقسم لثلاث دراعات زي ما احنا شايفين، وبالتصميم ده انا عندي ثلاث فيوهات. اول فيو هو اللاندسكيب فيو، بعد كده الفيو بتاع النهر الاخضر، والفيو طبعا المين بتاعي هو السنترال بارك. الوحده اللي بنتكلم عليها النهارده هي وحده 60 متر بتبص على الابراج السياحيه والنهر الاخضر. هنبتدي نشوف التقسيمه بتاعتها من جوه عامله ازاي. طيب انا عندي من هنا كده ده مدخل السويت، على يمنا الحمام بتاع السويت، بعد كده الدريسنج، بندخل بعد كده على اوضه المعيشه او ليفنج روم، قصادها الكيتشنت مجهز بكل حاجه، العميل ممكن يعمل اكله جوه السويت عادي جدا، وبعد كده اوضه النوم والاكسسوارز اللي معاها. هنشوف شكل السويت دلوقتي على الحقيقه هيكون ازاي. ده زي ما احنا شايفين شكل السويت بتاعنا 60 متر، وكل حاجه زي ما احنا شايفينها في الصوره متوصفه في ملحق التشطيبات بتاعنا طبقا لمواصفات العلامه التجاريه بتاعه اونكس. خلينا نشوف مع بعض تفاصيل دراسه الجدوى بتاعه مشروع اوكس ايجيبت نيو كابيتال وشكل العائد المتوقع هيكون ازاي. احنا لما تعاقدنا مع شركه ماينر احنا طلبنا منهم ان هم يعملوا دراسه جدوى المشروع عشان نبتدي نخاطب العملاء بتوعنا نشوف شكل العائد بتاع التشغيل هيكون عامل ازاي. هم عملوا الدراسه دي على اسوأ الافتراضات الموجوده، بمعنى ان هو شاف المتوسط العام بتاع الماركت هيكون عامل ازاي ونزل عنه باقل من كده بكتير عشان يقول للعميل ان ده الورست كيس سيناريو بتاعنا في المشروع عندنا. طيب لو جينا نبص هنا، احنا استلام الفندق عندنا في 26، فانا عندي 365 يوم. اوكي، الوحدات اللي داخله معايا في نظام الايجار، لان الاوتيل متقسم جزئين، جزء هيدخل في الايجارات وجزء للاقامه العاديه. فانا عندي الوحدات اللي هتدخل في نظام الايجارات 204 وحده. هيضرب ال 204 في 365 يوم هيطلع لي اجمالي الليالي اللي ممكن تتاجر في السنه كلها 74,000 ليله. طيب احنا بنتكلم ان ده على اسوء افتراض، فانا مش هشغل الاوتيل بالكامل، انا هشغل تقريبا 58%، يعني نص الاوتيل بالكامل مش شغال. فانا هشغل نص الاوتيل، هضرب ال 58% دي في ال 74,000 هيطلع لي عدد الليالي اللي ممكن تتاجر في السنه على نسبه التشغيل دي اللي هم كام؟ 43,000 ليله واسبوع. طيب الماركت الطبيعي دلوقتي احنا بنتكلم في افريج من 170 ل 210 او 220 دولار. انا بعد 3 سنين هبتدي ااجر ب 150 دولار. ليه؟ لان انا بقول للعميل ان ده على الورست كيس. فتخيل حضرتك معايا دلوقتي احنا بنتكلم في اللي احنا فيه ده، بعد 3 سنين هاجر ب 150 دولار، في حين ان الدولار وقتها هيكون بسعر تاني خالص ووقت الايجارات هيكون مختلف تماما. طيب عشان كده بنتكلم ان ده على الورست كيس. هيضرب ال 150 دولار في 43,000 ليره اللي هم على نسبه تشغيل نص الاوتيل تقريبا، هيطلع لي الجروس 6 مليون و500 الف دولار تقريبا. هخصم من المبلغ ده بالكامل 37%. طيب دول متقسمين لايه؟ ان انا عندي 17% بديهم لشركه ماينر شركه الاداره، ولكن هم متقسمين 9% و7%. ال 9% سوري 9% و8%. ال 9% دي على حسب البرفورمانس بتاعه ونسبه التشغيل، وال 8% دي التعاقدات بتاعه الفندق مع بوكينج دوت كوم، تريفاجو، اير بي ان بي مثلا، اللي هي المواقع اللي بيحجز من عليها الاوتيل. طيب كل ده عشان برضه ابتدي اعدل السورسز بتاعتي فابقى اشغل الاوتيل بتاعي على مدار السنه كويس. بعد كده عندي مصاريف تشغيل الاوتيل، ودي الحاجات بتاعه الاستهلاك اليومي، الرواتب، العماله، الفواتير بتاعه الكهرباء والميه والحاجات دي كلها. ده بتتحط من 10 ل 20%. انا هنا في الدراسه حاططها على الماكسيمم من 20% رغم ان انا مشغل نص الاوتيل بس. طيب يبقى المبلغ اللي هيتخصم حوالي 2 مليون و400 الف، هيبقى عندي 4 مليون 81 الف دولار. هبتدي اقسم المبلغ ده بالكامل على نسبه التميز بتاعه الوحدات، ونسبه التميز بتعتمد على الفيو بتاع الوحده والمساحه بتاعتها. تمام؟ فانا عندي فيو على السنترال بارك، ده طبعا المين فيو واخد اعلى نسبه، وبعد كده النهر الاخضر، وبعد كده اللاند سكيب. لو جينا نبص هنلاقي ان المتوسط اللي بيدخل للوحده حوالي 20,000 دولار في السنه، يعني ما يعادل حاليا دلوقتي بسعر الدولار 650,000 جنيه مصري. لو جينا نبص هنبتدي نلاحظ ان هو مزود الارقام بنسب منطقيه جدا. التشغيل عندي زاد 10%، زودت الايجارات 10 دولار مش 10% انكريس بتاعت العقار الطبيعي، رغم ان ده فندقي بيزيد بشكل اعلى. هلاقي ان في خلال 4 سنين عندي تقريبا توتال الوحده راجع وفوقيها 150%. عشان كده احنا بنتكلم ان ده اسرع استثمار بيرجع للعميل الارباح بتاعته او ثمن وحدته وفوقيها الارباح بتاعته، وفي نفس الوقت هو بيضمن ان العميل كده كده بيبقى ليه ربح لانه بياخد نسبه من اجمالي الاوتيل. بعد ما شفنا الفيديو مع بعضينا، طبعا انا بشكر استاذ طارق على الشرح الوافي ليه للمشروع. المشروع انا شايف ان فيه نقاط قوه وفيه كمان نقاط سلبيه، نقاط ضعف. لو اتكلمنا عن اول نقطه من نقاط القوه الموجوده في المشروع، فاحنا بنتكلم على قوه الشركه نفسها، اللي هي شركه اثبتت فعلا كفاءه
في سوق العاصمه الاداريه. ليه انا بقول كده؟ عشان الشركه عندها مشروعين. المشروع الاولاني اللي هو زي ده كان اول مشروع نزلت بيه الشركه فعلا بنته بالكامل، خلصت. لو اي حد ينزل الداون تاون، انا هحط لكم كمان صوره للمشروع. زي المشروع مبني بالكامل، وهي من الشركات القليله اللي فعلا سبقت الجدول الزمني وبمعدل كبير. هم خلصوا البنى بتاع مشروع زي بالكامل، وحاليا في فتره التشطيبات، وده المشروع الثاني بتاعهم. فده بيأكد لنا ان الشركه فعلا عندها مصداقيه كويسه جدا. ثاني نقطه نقدر نتكلم عليها هو تقسيم المشروع. تقسيم المشروع عندي مهم جدا جدا للوحدات الفندقيه. الوحدات الفندقيه اللي مطروحه في السوق بيبقى كلها دورين، بيبقى حد عارض مثلا مقسم نص المشروع ونص المشروع، بيبقى حد قاسم المشروع عنده على برجين، برج فندقي او برج فندق، والبرج الثاني تجاري او اداري او طبي. فده طبعا بيأثر معايا جدا جدا على المستوى بتاع المشروع، وبيأثر معايا على الخدمات المتوفرة في الاستثمار الفندقي بتاعي. هنا هو احنا المشروع بالكامل فندق كامل. هو ده اللي يخليك ان انت فعلا الشركه مستهدفه النشاط ده، الشركه هو ده مركزه على النشاط ده، وعشان كده محققه له كل العوامل اللي تنجحه. كل الخدمات الفايف ستار هي موجوده داخل الهوتيل، فكل حاجه العميل بيلاقيها في اي فندق موجود 5 ستار او حتى 7 ستار هي متوفره. فدي نقطه كويسه جدا جدا. شركه الاداره لما يبقى معاك مجموعه مايونير هوتيلز، مجموعه مايونير هوتيلز هي من اكبر شركات الاداره اللي موجوده في مجال الفندقي. هم موجودين في اكتر من 54 دوله. النقطه اللي بعد كده اللي الشركه عامله لك سعر ونظام سداد كويس جدا. انا شايف اللي لما تبقى لحد الاستلام وبعد تبقى دافع 65% من قيمه الوحده بتاعتك، ومن بعد كده بيتولوا هم التشغيل. احنا ما بنتكلمش على ايجار الزامي، احنا بنتكلم على نظام تشغيل فندق. نظام تشغيل فندق يبقى هم اللي متوليين التشغيل بالاداره الفندقيه لشركه مايونير هوتيلز. يبقى هم متوليين، انت بس هتبقى دافع 65%، هم بعد كده هيتولوا التشغيل وعلى اساسه يسددوا الايجارات بتاعتك. فدي انا شايف من اهم العوامل او من اهم نقاط القوه اللي موجوده. بلس برضو اللي هم بيسلموا لك الوحده زي ما استاذ طارق قال، بيسلموا الوحده متشطبه بالكامل، مفروشه بالكامل، بتبقى جاهزه. انت ما بتتكلفش اي حاجه فوق السعر، يعني مش هيجي يطلب منك اي حاجه تاني فوق السعر اللي انت حضرتك متعاقد عليه. فدي برضو نقطه كويسه جدا جدا. والنقطة المهمة كمان عندنا في النقط المميزة عندهم اللي هم زي ما أستاذ طارق وضح لنا، هم موفرين دور كامل خدمي، دور كامل بيقدم على الفندق. وده يبين لك قد إيه هم المستوى عندهم فارق عن أي مستوى فندقي تاني معروض في العاصمة الإدارية. الاستثمار الفندقي عندهم محسوب بالورقة والقلم. هم عاملين لك دور كامل بكل الخدمات اللي وضحها لنا استاذ طارق. دي هتبقى بتقدم على المشروع كله. عايزين نتكلم بعد كده على النقط اللي ممكن في ناس تاخدها اللي هي سلبيه. انا شايف اللي هي في نقطه واحده ليها وعليها. النقطه ديت احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في نظام التشغيل. نظام التشغيل هو يمكن عشان جديد شويه على السوق المصري، بس هو في ناس مش واصل لها. بمعنى ايه؟ انت مش حر نفسك في التشغيل. يعني ايه مش حر نفسك في التشغيل؟ انت كفندق انا ما اقدرش ان انا اقول لك والله خد وحدتك اهي وانت شغالها بنفسك، فانت تروح تأجر وتعمل اعلانات سواء عن طريقك او سواء عن طريق شركه مسوقه بمبلغ غير غير اللي جنبك. فده طبعا هيأثر على مستوى الفندق. انت لما تدخل مع فندق 5 ستار لازم يبقى هو المتولي التشغيل بالكامل. فانت مالكش الحريه اللي انت تيجي تقول له والله انا هأجر مع نفسي. لا، انت بتبقى ماضي عقد تشغيل من الاول. عقد التشغيل ده بيقول لحضرتك اللي هو مجموعه مايونير هي اللي هتشغل الفندق بالكامل. ففي حد يطمن للنقطه دي ويقول لك والله ده هم فعلا ده هي كانت لازم تتعمل كده. في حد تاني يقول لك لا، طب ما انا افرض انا عايز اقدر مع نفسي. فانا بقول لك من دلوقتي التشغيل بيتم 100% عن طريق الاداره الفندقيه عندهم اللي هم مايونير هوتيل. ده ليه؟ عشان يحافظوا على مستوى الهوتيل، عشان يعملوا ريت ثابت للاوتيل، عشان يقدروا اللي هم يحققوا لحضرتك نسبه الايجار اللي هتحقق لك مكسب وهتحقق لك عائد كويس جدا جدا. ان لو قارنا مشروع واتس بالمشاريع الفندقي اللي موجوده في العاصمه الاداريه، لا هو يعتبر في المرتبه الاولى. برغم اللي فيه مشاريع على النهر الاخضر صف اولاني بطرح فندقي بس ما
ما حققوش المصداقيه ولا حققوا اشتراطات التشغيل اللي موجوده عندنا هنا في اوباكس. المشروع تاني فندق بالكامل، المشروع متوفر فيه جميع عوامل النجاح، من ناحيه الخدمات، من ناحيه شركه الاداره، من ناحيه الاسعار، من ناحيه نظام التشغيل كامل. هم حاطين سياسه كامله هم بيمشوا عليها عشان المشروع ده ينجح. والنقطه الاخيره اللي انا حابب اوضحها، عدد الوحدات اللي موجوده عندهم حاليا مش كبير، فاللي احنا اللي مهتم يقدر يتواصل معانا، نبدا اللي احنا نحدد ميتنج ونقدر نختار وحدات ان شاء الله تبقى مميزه جدا، متشطبه تشطيب كامل بالفرش، ويبقى استثمار جديد ومضمون